عليكم الرحمة، أهلا وسهلا بكم متابعين ونورت القناة. إن شاء الله اليوم موضوعنا حلو وتستفادون من عنده. أكثريتهم قبل كانوا أهاليتنا من يصير راسهم يعورهم ما كانوا يتجهون إلى آه، علاج أو شيء. كانوا وين من يلتجؤون أكثريتهم للأعشاب. وطبعا وهسه يقول لك أكثريتهم أنا أكل العلاج بالأعشاب الضر، حتى لو بيها مضرة قليلة ما بيها مضرة ذيك اللي أكثرية العلاج هم ذاك يوم واحدة مثلا شو تقول والله الأعشاب الضر. شلون الأعشاب الضر؟ قبل ما كانت اكو علاجات، كانت اكو أعشاب يستخدمون، مثل عنده التهاب بالمعدة يروح يستخدم الزنجبيل. اللي عندهم مثلا أسنانهم تعورهم أو عندهم اللوز تعورهم يروح يستخدم القرنفل. يعني كله ياخذه من الأعشاب. أي اللي عنده التهاب بالمفاصل ياخذ بذر الريشاد وياخذ الكركم. يعني شوفوا يعني منين نطلع علاجنا من الأعشاب. واليوم جيت لكم فقرة اللي عندهم آلام بالراس، والقبل كانوا أهاليتنا القديمة الطب البديل أو الطب القديم شنو كانوا يستخدمون؟ إذا واحد راسه يعوره أو طق ضربة تيفو خلينا نقول، أو خلى صار عنده مثلا دوار أو عنده ماي براسه، أو هاي اللي يصير عندهم مرات اللي يمشي ويقول أنا دخت صار عندي رجاج، واللي عندهم شقيقة. طبعا ناخذ لنا ملعقة خورجان اللي هي عرق الهيل، وناخذ لنا ملعقة المحلب، ملعقة محلب وخورجان ملعقة وزنجبيل ملعقة. بعد شنو نخلي وياهم؟ نخلي القرنفل ملعقة، وراح اخلي ملعقة فلفل اسود. ان شاء الله هذني راح اكتبهم صندوق الوصف، خاف ناسي شي تستفادون عنده. وخلي جوزة الطيب وحدة. جوزة الطيب وحدة. شنو بعد اخلي وياهم؟ طبعا اول ما اريد اطحنهم ناعمات كلش ناعم، ذني ناعم، اخلي ملعقة يعني، وراح اكتب لكم بصندوق الوصف. حتى الأعشاب ماكو، ملعقة زنجبيل، ملعقة عرق الهيل، ملعقة قرنفل، ملعقة فلفل أسود، محلب ملعقة. بعد شنو أخلي؟ طبعا بعدين بس ما طلعت هذه الوصفة، يعني ما طلعت الأعشاب، خليت ملعقة بذر الريشاد، رجعت خليت ملعقة بذر الريشاد عليها، ونص ملعقة حلبة، هاي اللي عندهم آلام، وملعقة حبة السودة. إذني اللي خليتهم المكونات كلهم. إذني شو نسوي؟ كلها نطحنهم ناعمين، نطحنها ناعمة. شو أسوي قبل لا أخلي الراس؟ مثلا أسوي مساج لراسي مثل عقارب الساعة، من بداية راسي لنهايته، من العلبة لحد الجبين، ومن الجبين للعلبة أسوي مساج، خاصة يم الصابر مالت الأذن هنا أسوي مساج قوي، وخاصة للجبين. بيك ما بيك تسوي كأنك تشد الشعر للفوق بحيث النسمات مالتك كلها تتفتح. راح شو نسوي؟ راح اخذ لي ملعقتين واخلي وياهم ملعقة حنة، او ما مثل تقول لك انا ما اريد اخلي حنة، تخلي ملعقة صدر. شنو بمن اللوخة؟ يعني اسوي اللبخة، نخلي عليه ربع قلاص خل تمر، خل تمر نجيبه ونخليه. لو خلنا اخذ ملعقتين من هذه لان هو راح يصير كفيف، يعني شلون الضخين، واخذ ملعقة صدر او حنة. راح شنو بعد اخلي عليهم خل، مجرد يظل نص ساعة واجيب لنا واخليه على راسي ربع ساعة بس، تخميرة اقل ماكو. هسه انا خليت حنة. شو اسوي؟ اخلي عليه خل تمر، يكون خل تمر مو خل تفاح، خل تمر، حتى شكو حرارة براسك تشيله. اللي دائما عندهم صداع انصحهم يجيب يسوي مساج بالخل مال التمر، راح تخلص من آلام وجع الراس. هسه تقولوا لي فيروز شو معنى خل التمر؟ لين خل التمر سبحان الله شلون اللي يبرد الراس. طبعا انا خليت مالكم غرض بماي يعني بالكلام مالتي، بس انا خليت بعدين من صار ضخين ورا ربع ساعة ينوب يبت لي خل تمر والاختبي ربع كوب خل تمر خليت عليه. اول مرة لعجنته ماي ما خليته يهدى ربع ساعة، انه بس شنو خليتيه بتخل وخليت عليه.
يكون الخل قبل لا تخليه ب5 دقايق، لان انا احتاجيته قبل لا 5 دقايق، كنت اشرح لكم بالفيديو خليته عليه. اذا وصلتوا لهنا اتمنى تدوسون لايك وخلي غيرك يستوعب. طبعا هذه الوصفة حتى اللي عندهم تيفو انصح شلون استخدامها. نستخدمها اول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، مدة 3 ايام نستخدمها، منها على ما الالام الراس يروح. بعدين نروح نجدده ايش كثر بالاسبوع مرة، بالاسبوع مرة. واذا بعدين شو نسوي بالاسبوع مرتين، يعني بالاسبوع مرة وبعدين بالاسبوعين مرة. فهمتوا؟ اول مرة يوم، يومين، 3 ايام تخلي اول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم. بعدين ورا اسبوع تخلي، بعدين ورا اسبوعين تخلي من عندها شكو الام براسك التهاب كله يشيله. حتى اللي عندهم تجاعيد بهاي حداد اسود بعيونهم يروح نتيجة ارهاق او تعب. دائما اللي يصير عندهم الام براسهم تلقى عيونهم بيهم سواد. حتى البشرة والله تخليه، لين قبل ناسنا من كان يعورهم راسهم يرحون يخلون او حنة او لبخة، وهذه اللبخة تستفادون من عندها. واتمنى تستفادون من هذا الفيديو.